طب سؤال، ليه يوم الجمعة بالتحديد هو اللي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالإكثار من الصلاة عليه؟ وإيه هي فايدة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه سببها؟ طيب لو بطلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيجرالنا إيه؟ تعالوا كده نوضح النقط دي واحدة واحدة بالتفصيل. ليه يوم الجمعة بالتحديد؟ لأن يوم الجمعة ده بيعتبر عيد الأسبوع بتاع أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الفكرة هي تخصيص أفضل الأوقات لأفضل الأعمال. بما إن يوم الجمعة هو سيد الأيام عندنا وهو أفضل وقت، فكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هي أفضل هدية يقدمها المسلم لروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. طب إيه هي الفايدة؟ إيه النفع والمكاسب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي علشان تزيد النبي صلى الله عليه وسلم في القدر؟ لا، لأن ربنا صلى الله عليه وسلم رفعه في قدره بالفعل، ورفعنا لك ذكرك. شأنه عالي ومنزلته عالية صلى الله عليه وسلم من غير الحاجة لينا، لكن النفع بيعود علينا احنا، الراحة النفسية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتقلل التوتر وبتجيب السكينة، كمان بتجيب البركة، بتفتح الأبواب المغلقة وبتيسر الأمور المتعثرة وبتفرج الهموم. لما نداوم عليها ونداوم كتير، مش تقولي مرة كل فين وفين، لا، دي تبقى شغلك الشاغل، يبقى ليها أوراد وأذكار وأعداد. ده غير الصلة الروحية، يعني بتعزز شعورك بالانتماء للهوية وللقيم الأخلاقية العليا زي الصبر والرحمة والتسامح اللي كان بيتصف بيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير إنها كمان بتجلب عليكي أضعاف الحسنات. لما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، ربنا عز وجل بيصلي بها علينا 10، يعني بتاخدي 10 أضعاف الرحمة و10 أضعاف السكينة. لما بتسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل بيسلم عليكي 10 مرات. لما تقولي اللهم بارك على سيدنا محمد، ربنا عز وجل بيبارك فيكي 10 مرات على كل مرة. تخيلي لو قلتيها 1000 مرة، هتجيلك كم بركة من الله عز وجل. يبارك لك في عمرك وفي صحتك وفي ولادك وفي بيتك وفي زوجك وفي حبايبك وفي مجهودك وفي طاقتك وفي علمك وفي حواسك وسمعك وبصرك. طب امال هنخسر ايه بقى لو ما صليناش عليه صلى الله عليه وسلم؟ احنا هنفوت على نفسنا فرص كتير جدا. شفتي كل الثوابات اللي انا حكيتها لك وكل البركات دي هتفوت عليكي. ده غير كمان جفاء القلب. لما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بترقق القلب، فتركها هيؤدي لقسوة القلب والانشغال المفرط بضغوط الحياة المادية اللي غرقانين فيها. كمان هتفقدي الترابط، الوسيلة اللي بتذكرك بالقدوة. هتنسي القيم اللي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسط زحمة يومك. فلما تفضلي كل شوية تصلي على النبي، انت كده على طول متذكرة القدوة اللي ربنا عز وجل أرسلها رحمة للعالمين. هتفضلي فاكراه في كل تحركات يومك، فاكراه وانت بتشتغلي، فاكراه وانت بتصلي، فاكراه وانت بتذكري الله، فاكراه وانت بتتعاملي مع أولادك، بتتعاملي مع زوجك، مع أهلك، مع أرحامك، مع جيرانك. لما يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسيطر على تفكيرك وأفعالك وأقوالك، ربنا هيحبك. أيوة، ليه؟ لأن انت هتقلديه تلقائيا. هتلاقي نفسك ايديكي ورجليكي وعينيكي وحواسك وافعالك كلها بتقلده وبتعمل زيه تلقائيا كده. طب هو كان ايه؟ كان قرآن يمشي على الارض. فلما تبقى انت كمان بتقلديه في النقطة دي هتبقى حاجة جميلة جدا. طب لما ما نصليش، طبعا مش هتعرفي توصلي للمرحلة دي، هيفوتك خير كتير وكبير وعظيم جدا. كمان اللي ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بخيل. اللي بيسمع اسمه وما يصليش عليه كل مرة، ايوه كل مرة لو هننطق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بصي خليها كده ايه، الجملة كلها لازقة في بعضها. اسم النبي يذكر تقولي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش النبي بس وتسكتي. النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلة جدا، مش هتاخد منك اي حاجة، بس مش هتكتبي من البخلاء. وده مش بخل مال، لا، ده بخل في المشاعر والتقدير للإنسان اللي كان سبب في هدايتك، كان سبب في هداية مليارات البشر، كان سبب في ان ربنا عز وجل يحبنا ويدخلنا الجنة. يبقى ما يستحقش ان احنا كل ما نذكر اسمه نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اعتبري كده ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي شاحن لروحك، يومي واسبوعي وابدي. طول ما انت عايشة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان دايما تجددي طاقتك وتتذكري الرحمة اللي جابيها هذا الدين على ايد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعته، وارزقنا لسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، ولسانا دائم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع كنزي زهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.